ازيكم؟ معاكم أدري. أهلا بيكم وحلقة جديدة من فانسي دوري إنجليزي قبل بداية الجولة 13. في البداية أحب أشكر كل الناس اللي وصلونا ل 6797 مشترك حتى الآن. أتمنى نوصل 10000 في أقرب وقت، وبعد كده نطلب إن احنا نوصل 25000 إن شاء الله بدعمكم بإذن الله. أتمنى صديقي في بداية الحلقة كده أتمنى تعملوا لايك شير سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيكوا جديد أول بأول بإذن الله، وأتمنى الحلقة تنال إعجابكم. أول مرة ابتدي أعمل الفيديوهات بالشكل جديدة شوية بالنسبة لي، بحاول أتطور واحدة بواحدة عشان الفيديوهات تبقى أفضل صورة لي. يلا بينا في البداية نشوف أخبار الجولة الجديدة إيه. أكتر الانتقالات اللي تمت سواء إن أو أوت، أخبار الماتشات الجاية، أخبار الانتقالات اللي أنا عملتها. زي ما أنا قلت في الفيديو اللي فات أنا عملت 4 تغييرات بالفعل. هنشوف كل ده سوا واحدة واحدة. متنسونيش لايك شير سبسكرايب على الجرس، أتمنى تعملوا لايك في كل الحلقات. يلا بينا صديقي. في البداية هنشوف زي ما احنا شايفين كده ومتابعين. أول حاجة الترانسفير ان موست ترانسفير ان على القمة طبعا كونيا من وولفز، وده طبعا نظرا لتألقه الماتشات اللي فاتت. زي ما احنا شايفين الإحصائيات بتاعته. فولهام جاب في الماتش بتاعه 16 بوينت بالبونus بوينت، قبل ساوثهامبتون 12، كريستال بالاس 6، برايتون جاب 9، قدام مانشستر سيتي جاب 2، برينتفورد جاب 9، ليفربول 2، استون فيلا 8، نيوكاسل 2، نوتنغهام فورست 2، تشيلسي 6، واخيرا ارسنال 1. المجمل كونيا في 12 جولة طلع 5 جولات بلانك فقط، و7 جولات عمل ارقام كويسة جدا. بالنسبة للمهاجم في سعره لا هو ممتاز، ولذلك كل الناس رايحة له. والاكتر من كده اولا هو فورمه. انا الناس اللي متابعين هتبقى عارفه انا معتمد السنه دي اكتر حاجه على اللعيبه الفورمه. ليه الفورمه؟ زي ما احنا شفنا في ماتشات تبقى كويسه جدا جدا جدا، وبنبقى حاطين كلنا عليها رهان ان هو ده اللي هيعمل كل حاجه. والماتشات السهله حرفيا راجعوا كده من اول السنه، الماتشات السهله ما بيتعملش فيها حاجه، بل بالعكس بتيجي على النقيض. واكبر دليل الماتش اللي فات توتنهام قدام مانشستر سيتي، توتنهام شيلت سيتي 4 على ارض السيتي، وهالاند اللي ناس كتيره كانت لسه حاطه عليه امل وانا واحد منهم، بس الحمد لله ما كنتش حاطط عليه كابتن، كنت حاطط على صلاح. الجوله طلعت معاهم بلانك. نيجي نتفرج على الماتشات بتاعت كونيا الفترة الجاية. زي ما احنا شايفين عنده 5 ماتشات أحلى من بعض: بورموس، إيفرتون، ويست هام، إبسويتش تاون، وليستر سيتي. منهم ماتشين على أرضه و3 بره أرضه، وحتى ال3 اللي بره أرضه إمكانية تهديفه فيهم عالية جدا، ولذلك كونيا واحد من أهم الناس اللي يفضل إن أنت تحاول تجيبه الفترة الجاية يا صديقي. تاني واحد في القايمة جواو بيدرو، واللي متابع فرقتي من أول السيزون أنا كنت مدخل جواو بيدرو في الفرقة عندي لغاية ما اتصاب. وبعد أول توقف دولي جه فيه اللي هو التوقف الدولي اللي فات، كنت محتار أجيبه هو ولا وايلد بيك، وكانت الأخبار لسه إن جواو بيدرو مش جاهز. وللأسف الأخبار مطلعتش مظبوطة ولعب الماتش، وأنا كنت جبت وايلد بيك ولبسته كالمعتاد. المهم الماتشات الجاية اللي جواو بيدرو زي ما احنا شايفين الأول، هو رجع الماتشين اللي فاتوا، يعني هو رجع بعد التوقف الدولي ماتشين. الماتش الأولاني قدام مانشستر سيتي جاب 11 بوينت، الماتش التاني قدام بورنموث جاب 12 بوينت، فيعني أرقامه ممتازة بشكل خزعبلي. الماتشات اللي ما لعبهاش هي اللي طبعا طالع فيها بلانك. الماتشات اللي لعبها بالعدد في الأول ماتش 2 3 4 5، ال5 ماتشات دول جاب منهم ماتشين أرقام كويسة جدا، والماتشين التانيين نظرا للإصابة ما كانش عامل حاجة. الفكرة إن ماتشات برايتون الفترة الجاية برضو كويسة جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين عند ساوثهامبتون، فولهام، ليستر سيتي، كريستال بالاس، ويست هام، برينتفورد، وبعد كده استون فيلا. بعد كده يجي ماتش ارسنال، وبعد كده نرجع تاني إبسويتش تاون، مانشستر يونايتد، ايفرتون، نوتنغهام فورست. فانت بتتكلم اولموست يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، من 12 جولة يا صديقي عنده ماتشين بس هما اللي ممكن يبقوا صعبين شوية. طبعا مش هيحقق في كله، بس لو فضل فورمة وفت، لا الجولات دي هتفرق معانا جدا جدا جدا. فالاتنين دول قدرت تجيبهم وعندك تغييرات تجيبهم. انا بالنسبه لي حتى لو هتعمل -4 وتدخل كونيا وبيدرو في الفرقه بتاعتك ما تترددش، بس في اولويات عنهم الا وهما صلاح. صلاح واحد من اهم الناس الفتره الجايه، الراجل فورمه وفيت وهو اللي شايل فرقته. انا بالنسبه لي هالاند بقى بره فريقي، انت عايز تخليه ده حقك، لان هو فعلا لسه برضه هالاند ممكن يعمل حاجه.
الفكرة دلوقتي إن هالاند نسبة ملكيته ما بقتش زي الأول حاجة و70 وحاجة و80%، هي نزلت لحاجة و50 زيه زي صلاح. فأنت جبت صلاح تمام، جبت هالاند تمام، جبت الاتنين ومحافظ عليهم زي ما كانوا معاك الجولة اللي فاتت برضه تمام. نيجي اللي بعد كده، عندنا ساكا وما أدراك ما ساكا بعد رجوع أوديجارد. اللي اتفرج على الماتش بتاع تشامبيونز ليج، أوديجارد فارق تماما مع أرسنال. أوديجارد بيعمل شغل بصراحة بيخلي ساكا بيتحرر في لعبه. أوديجارد بمجرد رجوعه تحس إن أرسنال الريتم بتاعه رجع. مش عارف الفكرة في إيه، بس هو أوديجارد في أرسنال عامل زي دي بروين كده في سيتي. أول ما دي بروين اختفى هو ورودري، يعني أوديجارد لوحده في أرسنال من وجهة نظري قايم بدور رودري ودي بروين في سيتي. الاتنين دول لما اختفوا سيتي راح واخد كيرف كده نازل. أوديجارد أول ما اختفى نفس القصة في أرسنال. الفكرة إن ماتشات أرسنال اللي جاية مشجعة جدا برضو زي ما احنا شايفين. عندنا ويست هام في مانشستر يونايتد، فولهام، ايفرتون، كريستال بالاس، إبستاون، برينتفورد، بعد كده برايتون. حتى سبيرز ماتش برضو معقول لأنه على أرضهم. بعد كده أستون فيلا، وولفز. عندهم سيتي، بعد كده يرجع ليستر سيتي، ويست هام، نوتنجهام فورست. فانتوا بتتكلموا في مجموعة ماتشات أصعب ماتشين فيهم اللي هو مانشستر سيتي وسبيرز. وحتى سبيرز مش بالصعوبة اللي احنا شايفينها، وحتى سيتي لأنه ماتش أولا على أرضهم، ثانيا لأن دفاعات سيتي في الضياع. فالماتشات الجاية لأ يعني توقع إن يعني ساكا هيبقى من أكتر لعيبة ملكية الفترة الجاية، وده توقعي الشخصي. وبعدين هو فورمة وفت لتاني مرة. أنا بالنسبة لي لعيب الفورمة والفت لأ بيفرق كتير جدا جدا جدا. ممكن تبقى الإحصاءات ممتازة بس هو لا فورمة ولا فت، فمش هتاخد منه أي حاجة. فاحنا كده عندنا تلات لعيبة حتى الآن، التلاتة موست ترانسفير ان، التلاتة مؤثرين في فرقهم وماتشاتهم ممتازة. الماتش اللي بعد كده أو اللعيب اللي بعد كده طبعا محمد صلاح. أرقامه حدث ولا حرج، 13 بوينت في 14 في 9 في 10. يعني هو اولموست محمد صلاح عمل بلانك ماتش واحد قدام نوتنجهام فورست، ودي كانت معجزة يعني. الماتش الوحيد اللي هو طلع فيه، لا ماتشين يا رب، كريستال بالاس اهو في الجولة السابعة، والجولة الرابعة قدام نوتنغهام فورست. ما دون ذلك هو كل أرقامه كلها شغالة، ما عملش بلانك ولا جولة. وهو من أكتر، هو تقريبا أكتر لعيب ما عملش بلانك. نيجي لماتشاته الجاية، عنده مانشستر سيتي على أرضه، دفاعات سيتي في الضياع، دفاعات سيتي في الضياع. واللي شاف النهارده الماتش بتاع ليفربول قدام ريال مدريد شايف الفرص اللي جت لمحمد صلاح. حتى ضربة الجزاء اللي ضيعها مش عارف هل يعني قصة التجديد دي شغلة دماغه ولا لأ، بس هو قدم مباراة كويسة جدا. والفرقة مع أرني سلوت بتهاجم بشكل ممتاز، يعني لأ بيلعبوا ضغط حلو قوي، وهيوصل للجون بطريقة كويسة جدا قدام مانشستر سيتي، ده توقعي الشخصي. الماتش اللي بعد كده نيوكاسل برضو هنقول صعب شوية، بعد كده عنده ايفرتون، فولهام، بعد كده سبيرز، بعد كده مجموعة ماتشات ممتازة. عندك ليستر سيتي في وست هام، في مانشستر، في نوتنغهام فورست. ومانشستر على أرضه ده ماتش ممتاز بالنسبة له. هل المدرب الجديد هيفرق معاهم ولا لأ؟ مش عارفين لسه. المدرب الجديد ما بقالوش أسبوع، يعني هو بادئ من أول التوقف الدولي، بس الفرقة كلها ما كانتش تحت إيده، فهم خد الفرقة كلها في 3 أيام ولعب الماتش. فأولموست الفرقة معاه بقالها أسبوع. نوتنجهام فورست تاني، بعد كده برينتفورد، إبستاون، بورنموث، وولفز، وبعد كده ترجع رن الماتشات هو. فبرضه حتى رن الماتشات بتاع محمد صلاح هنقول ماتشين بس اللي في السكة اللي فيهم كعبلة، الباقي كويس مع الفورمة اللي هو فيها. والهجوم بتاع ليفربول الممتاز حاليا، لا الدنيا شايفها ممتازة جدا. اللي انا مستغربه جو بيدرو، الناس راحت جابته جري بسبب الجون اللي هو جابه والبوينتس اللي هو جابها قدام مانشستر سيتي، بالرغم من جو بيدرو من اول السيزون عنده ماتشات كانت كويسه جدا وما عملش حاجه زي ما احنا شايفين. انت بتتكلم الماتش اللي فات شال قدام إبسويتش تاون على ارضهم، الماتش اللي قبليه قدام استون فيلا ما عملش حاجه، جاب بوينت، اللي قبليه جاب 2 بوينت. فهو اولموست في ال 12 جوله عمل بوينتس في اول جولتين والجوله الاخيره بس. 3 جولات من 12 جوله ده ما يشجعش اي حد يجيب جواو بيدرو تماما، لان دفاعات اصلا توتنهام مش افضل حاجه. فانا مستغرب بصراحه ان هو من التوب 10 في الموست ترانسفير ان للاسبوع ده. بس هي الفكره الناس كتيره بتجري، انت ده جاب نقط اروح وراه. انا ليه قلت كوني وجو بيدرو وساكا وصلاح الاربعه مهمين؟ لان ماتشاتهم كويسه، الاربعه فت، الاربعه فورمه، الاربعه شايلين فرقهم حرفيا. وفوق ده وده نوعا ما الاربعه معاهم ضربات الجزاء ما عدا جو بيدرو، ممكن وايل باك هو اللي يبقى معاه ضربات الجزاء. لكن جو بيدرو تاثيره في الملعب طول ما هو موجود لا اكبر من وايل باك بكتير جدا.
بعد كده نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي. انا بالنسبه لي لو خيرتني ما بين نيكولاس جاكسون وبالمر، لا بالمر يكسب، برغم ان بالمر بقاله 4 جولات زي ما احنا شايفين كده. بالمر بقاله 3 جولات يا ربي مع بلانك، قبل كده لا يعني يمشي جوله ويشتغل جوله. آه يعني بالمر بدأ الجولة الأولى مفيش، الجولة التانية 17 بوينت، بعد كده 6، بعد كده عمل بلانك، بعد كده 8 في 25 في 6، بعد كده بلانك في 10. فهو عمل بلانك كام جولة؟ 1 2 3 4 5 6 جولات من 12 جولة، بلانك في 6 و جاب أرقام كويسة جدا في 6. الفكرة إن آخر 3 جولات هنقول منهم ماتش أرسنال، ماتش تقيل، ممكن يبقى بلانك. لكن مانشستر يونايتد انا ما كنتش متوقع ان هو يطلع منها بلانك، لان دفاعات مانشستر يونايتد مش افضل حاجه، وليستر سيتي خصوصا الماتش ده كمان كان المفروض يطلع فيه بيه في اي حاجه. هنشوف الماتشات الجايه بالنسبه له برضو. زي ما احنا شايفين رون الماتشات الجايه بالنسبه لتشيلسي ممتاز برضو: استون فيلا، ورا ساوثهامبتون، توتنهام، برينتفورد، ايفرتون، فولهام، ابش تاون، كريستال بالاس، بورموس، وولفز. فانت بتتكلم في رون ماتشات ممتاز برضو جدا لتشيلسي. ونيكولاس جاكسون تعالوا بصوا برضو نبص عليه، ران الماتشات بتاعه هي طبعا، بس تعال نشوف هو عمل بلانك في كام ماتش: 1 2 3 4 5 ماتشات. نيكولاس جاكسون وبالمر الاتنين عملوا بلانك 5 ماتشات، وجابوا أرقام في 5 ماتشات، يعني عملوا اتاكينج ريتيرنز كويسة في 5 ماتشات. الفيصل في ايه ده؟ اللي عايز حد ديفرنشال نيكولاس جاكسون طبعا 19.7 بالنسبة لبالمر اللي ملكيته 54%. فهو نيكولاس جاكسون هيبقى بالنسبة لك ديفرنشال. هل ممكن تجيبه كمهاجم تالت جنب كونيا وجو بيدرو؟ ممكن. راجل سعره كام؟ 8 مليون. هيبقى عندك خط هجوم كله متميز، التلاتة بيلعبوا، والتلاتة أكيد واحد فيهم يعني لو واحد بلانك الاتنين التانيين مش بلانك، لو اتنين بلانك التلاتة مش هيبقوا بلانك، إلا إذا حصل يعني زي الأسبوع السابق اللي فات كده. خط الهجوم كله بتاعي مثلا كان بلانك، كان وود وهالاند، وكان مين التالت؟ وكان وايلبك، لأن جو بيدرو هو اللي ما طلعش بلانك. فبرضه اوبشن كويس جدا نيكولاس جاكسون. احنا كده اتكلمنا في كام لعيب؟ 1 2 3 4 5 6 7. الفكرة كلها في ماديسون. هو كويس يعني ماديسون من الناس برضو اللي ترانسفير ان، بس انا مش شايف ان ماديسون واحد مؤثر جدا في فرقته. يعني يمكن الماتش اللي فات بتاع مانشستر سيتي حظه كان حلو جدا، يعني ده اكتر ماتش جاب فيه بوينتس 16 بوينت. الماتش اللي قبليه اللي جاب بوينتس كويسة جدا في الجولة السابعة قدام برايتون زي ما احنا شايفين جاب 10 بوينت، وبرينتفورد في الجولة 5 12 بوينت. ما دون ذلك هو 5 6 بوينت 5 6 بوينت. بالنسبة لسعره هنقول كويس، بس أنا شايف إن في أوبشنز أفضل منه بالنسبة، وخصوصا إن سعر ماديسون 6.7. مش عارف يعني في خط النص أنت لو هتجيب بالمر وصلاح وساكا، بالمر وصلاح وساكا عشان تجيب معاهم ماديسون، مش عارف هتبقى ماشية ولا لأ، على حسب الفلوس اللي معاك في البادجت بتاعتك. دي معظم الناس اللي في الموست ترانسفير ان. نيجي للموست ترانسفير اوت. على راس القايمة هالاند، التنين المجنح، بايعه حتى الآن 542,822 مدرب، رقم كبير جدا. هالاند نزل سعره ل 15.1 وهينزل عن كده كمان، وخصوصا ان هالاند ليه فرصة في ماتش الشامبيونز اللي كسب وجاب فيه جونين، يعني جاب ضربة جزاء وجون. ضربة الجزاء ماشي تمام، الجون اللي جابه كان مين اللي مين؟ سافينيو اللي عمل نونيز اللي كان عمل له الاسيست. المهم نونيز عامل كرة، يعني نونيز فتح من الوينج وبص لقى ايرلينج هالاند داخل، واعتقد برناردو سيلفا داخل، فعمل الكرة بالعرض. هالاند نطة، لو نط نفس النطة دي في كل الفرص اللي جات له في الماتشات اللي فاتت كان طلع بكذا هاتريك. نطة يا دوبك هو نط فارد رجله دخل الجون. جات له كمية فرص الماتشات اللي فاتت في الدوري مش يعني رهيبة، ومع ذلك ما جابهاش. الفرصة دي بالذات ما خلتني اللي هو طب ايه؟ يعني ايه وضعك؟ انا عن نفسي بعت هالاند خلاص، يعني انا شخصيا بعت هالاند وما اقدرش اقول لك بيعه. يعني انت عايز تخليه هتخليه، عايز تبيعه بيعه، بس انا بالنسبة لي لا، هالاند كويس جدا عليه كده. ليه؟ تعال نشوف الاحصائيات بتاعته. هالاند طلع بلانك في كام جولة؟ 1 2 3 4 5 5 جولات من 12 جولة. تمام. ال5 جولات دول كلهم طبعا طالع ب2 بوينت. البقية الجولات الماتش قدام برايتون جاب جون،
ب4 بوينت، وخد نقطة معاها مشاركة. يعني تقريبا خد انذار، انا مش عارف، مش فاكر كان القصة بتاعت ال5 بوينت دي ايه بالظبط. 5 بوينت اللي هو على سعرك ليه؟ ده انا اجيب حد من نص الملعب هيجيب لي 5 بوينت. ساوثهامبتون واحد من اضعف الفرق على ارضه 6 بوينت، اللي هم جون ومشاركة 2 بوينت. وولفز ما عملش حاجة، فولهام ما عملش حاجة، نيوكاسل ما عملش حاجة. قدام أرسنال جاب 9 بوينت، حلو، جاب جونين. هنقول جاب جونين أو جون وأسيست وبونس بوينت يعني. وقبل كده بقى طبعا اللي هو الهاتريكات اللي احنا عارفينها. بس في المجمل بالنسبة لسعره لا، لا لا خالص خالص. صلاح ما عملش يعني صلاح أقل منه في السعر، وجاب أرقام يعني إحصائياته أحسن منه بكتير جدا. فاحنا في جولة 2 3 4 5، ال5 جولات دول لا هو كانت عنده كمية فرص رهيبة. فأنا بالنسبة لي هالاند بره. أنت عايز صديقي تخليه، مش هقدر ألوم عليك، لأن هو برضه هالاند الماتشات بتاع مانشستر الفترة الجاية تعالى نتفرج عليها سوا. عنده ليفربول صعب، بعد كده نوتنغهام فورست على أرضه المفروض ماتش كويس، بالرغم إن نوتنغهام فورست دفاعاته رخمة. كريستال بالاس المفروض دول فرقة في الشلاحات، يعني دول في البلح، أي حد ماشي بيعدي كده هيعرف يجيب فيهم جونين المفروض. بس بوضع مانشستر سيتي الحالي محدش فاهم حاجة. مانشستر يونايتد الديربي المفروض ان هو بيبقى فايق فيه. استون فيلا بالرغم ان هو معمول ريد فلاج، بس لا انا شايف ان استون فيلا فرقه برضو دفاعها في الضياع، مش عارفين يحافظوا على اي كلين شيت اصلا. هم الا مثلا طلعوا جوله واحده. بعد كده عندهم ايفرتون، ليستر، ويست هام، برينتفورد، إبستاون، عندهم مجموعه ماتشات حلوه. بس زي ما احنا شفنا وولفز ماتشاتها احسن، برايتون ماتشاتها احسن، ليفربول ماتشاتها احسن، تشيلسي ماتشاتها احسن. فانت بتتكلم يعني حتى ارسنال انت بتتكلم في 5 فرق ماتشاتهم احسن. ارسنال، برينتفورد، ارسنال، برايتون، ليفربول، تشيلسي، ومين تاني، وولفز. 5 فرق. فانا بالنسبه لي هالاند اوت. لويس دياز طبيعي بسبب قله مشاركاته في الدوري، جابكو بقى هو اللي بيلعب نوعا ما اكتر في الدوري. هل الناس تبتدي تجيبه؟ انا بالنسبه لي عايز تجيب حد من ليفربول هو محمد صلاح وشكرا. عايز تجيب حد من دفاع احتياطي كانوتي. انا بالنسبه لي كانوتي برغم ان هو لبسني الماتش اللي فات بسبب الانذار اللي خده عشان بيغطي على كوره محمد صلاح كان بيتمرقع فيها شويه، فاتقطعت، فراح رايح راكب فوق الراجل فخد انذار من الدقيقه 12 تقريبا. ومن ساعتها خلاص كده، ولما دخل فيهم الجونين حتى البوينت اللي كان هياخده منه طار. بس رغم ماتشات ليفربول زي ما احنا قلنا كانت كويسه. يعني لو اتكلمنا من الجهه الدفاعيه، لو انت عايز تجيب حد من دفاع ليفربول مع محمد صلاح، احنا قلنا بنتكلم في مانشستر يونايتد واحتماليه نيوكاسل. مش قوي، ما افتكرش نيوكاسل هجومه قوي. احنا شفنا قدام وست هام اللي هي برضه دفاعها في الضياع، نيوكاسل ما عرفتش تعمل حاجه. فهو مانشستر يونايتد وسبيرز ما دون ذلك. رغم الماتشات المفروض يبقى فيه كلين شيت كويسه جدا لليفربول. خامينيز بدأت الناس تبيعه من فولهام، واعتقد الناس بتتجه لكونيا وجواو بيدرو، لان الاتنين ارقامهم احسن منه بكتير. هو بقاله كذا جوله برضه ما بيعملش حاجه. ممكن تتفرج عليه كده. هو عامل الجولة قبل اللي فات، يعني مش اللي فاتت دي على طول، بتاعت وولفز، طلع ب2 بوينت قدام كريستال بالاس، عمل جون او عمل اسيست، يا ربي عمل اسيست ومشاركة. برينتفورد مفيش، ايفرتون مفيش، استون فيلا عمل جون، مانشستر اعتقد عمل اسيست. فلا. وران الماتشات بتاع فولهام زي ما احنا شايفين مش افضل حاجة. سبيرز، بعد كده برايتون، بعد كده ارسنال، في ليفربول. فران ماتشات فولهام مش افضل حاجة سواء دفاعيا سواء هجوميا. فناس كتير بدأت تتجه تبيع لخامينيز. جافارديول الناس بتبيعه طبعا. انا عندي ريكو لويس حتى هتجنن وماشي من الفريق، لان سيتي دفاعها ضايع. انا جايب لعيب ب6.3 وفي الاخر بيطلع لي ب2 بوينت او 1 بوينت. اللهم الا لو عمل اسيست او جاب جون كل فين وفين. يعني تعالى كده نتفرج على جافارديول برضو سوا. 0 بوينتس، بوينت، 7 بوينت، في 9، في 10. يعني هم دول ال3 جولات اللي عمل فيهم حاجة. قبل كده بوينت، بعد كده 9، بعد كده بوينت، بوينت، 2، 2. فانا مش جايب لعيب ب6.3 عشان في الاخر يعمل لي بوينت او 2 بوينت في الجولة. صعب جدا. يعني هجيب واحد من 4.5 وخلاص واشتري دماغي، وعلي الناس اللي في خط النص وفي الهجوم عشان هم دول اللي بيجيبوا بقى بوينتس السنة دي. الدفاعات السنة دي نسبة الكلين شيت فيها ضعيفة جدا، بالرغم ان ممكن تبقى ماتشات سهلة، بس برضو بيحصل لبس. سيمينيو خلاص كده هو اوت لغاية 5 ديسمبر اعتقد. لغاية 5 ديسمبر. فبرضه هو من الناس كتير جدا بتبيعه، رغم ان هو اسبوع. يعني هو مش هيلعب الاسبوع ده بس، لكن هيرجع يلعب من الاسبوع اللي بعده. ارنولد برضه بسبب ان
لعب ب6.79، يعني هو كان ب7 مليون أو ب7.5 كمان، وسعره عمال ينزل. إحصائياته ضايعة، إحصائياته ضايعة، 0 1 2 1 2 8، يعني هو من ال12 جولة عمل بوينتس في جولتين. هنا دي 8 أعتقد، دي عشان كلين شيت فخد 2 بونس بوينت، دي الوحيدة اللي عمل فيها حاجة. بعد كده في 3 كلين شيت، ما دون ذلك هو ما بيعملش حاجة. فكلين شيت بكلين شيت أجيب كانوتي اللي هو أرخص منه بفرق 3 مليون واشتري دماغي بس. تعالى بقى يا صديقي نتفرج على ماتشات الجولة اللي جاية. طيب البداية مع مين؟ هي فين الماتشات؟ معلش راحت فين؟ فيكتشرز بالظبط كده، يلا بينا. البداية هتبقى يوم الجمعة، خد بالك يا صديقي، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. تمام. المهم البداية هتبتدي يوم الجمعة، خليكم فاكرين الديدلاين يوم الجمعة، ديدلاين يوم الجمعة، ماتش الساعة 10 بالليل، فالديدلاين هيبقى على الساعة 8:30 تقريبا. البداية هتبقى مع برايتون قدام ساوثهامبتون. نتكلم بقى واحدة واحدة. برايتون ماتشات زي ما احنا شايفين المفروض ان هو ماتش سهل على ارضهم. الاوبشنز بالنسبة لي رقم واحد جو بيدرو. طيب عايز تجيب حد من دفاع برايتون؟ يا ريت، خير وبركة. عندك حد من دفاعهم المفروض يلعب، لان المفروض الماتش ده يطلع كلين شيت، لان ساوثهامبتون فرقة هجوميا تعبانة. هنقول ان ساوثهامبتون قدام ليفربول الماتش اللي فات جابت جونين، مش عارف ايه السبب. يعني احنا قلنا، انا اللي قلتها من شويه، في ماتشات المفروض تبقى انت طالع بيها كلين شيت سهله جدا، ومع ذلك بتلبس فيها جوان. فالطبيعي ان برايتون الماتش ده تطلع كلين شيت. هل هتطلع كلين شيت ولا لا؟ انا مش عارف، بس انا يعني الطبيعي لو عندك حد من برايتون تلعبه في الدفاع. عندك وايلبك او جو بيدرو، لازم الاثنين يلعبوا طبعا. ما دون ذلك مفيش حد في برايتون عليه العين. الماتش اللي بعد كده برينتفورد قدام ليستر سيتي. عيان وميت، بس ده اللي أقدر، عيان وميت. برينتفورد على أرضها بتبقى كويسة، معاكم بويمو أو ويسا لاعبهم. ما دون ذلك الدفاعات بتاعتهم في الضياع، يعني أي هجمة مرتدة من ليستر سيتي أتوقع ده اللي هيحصل، يعني في وجود فاردي هتبقى جون. بس يعني أي هجمة مرتدة على برينتفورد أتوقع يعني كلين شيت لبرينتفورد في الماتش ده هتبقى صعبة، لأن هم دفاعهم أصلا في الضياع. وليستر سيتي بتلعب على هجمة مرتدة، هجمة مرتدة في الدفاعات اللي في الضياع دي ما يعني هتبقى صعبة. توقع الماتش ده هيطلع كام؟ يعني برايتون الأول قدام ساوثهامبتون توقع ممكن 2-0 3-0، توقع الشخصي. برينتفورد قدام ليستر سيتي ممكن يطلع 2-1 1-1. الفكرة بقى في مبويمو اللي بقاله فترة ما بيعملش حاجة، واخد يعني بيلعب ناحية الخط بشكل مستفز. طب يا عم ايه القصة؟ مش فاهمين. طب ما تخش للقلب وتشوت، لا هو انا ماشي مع الخط كده وبلعب على الوينج. ازاي صلاح السيزون اللي فات، صلاح السيزون اللي فات مع كلوب كان ماسك الوينج ما بيخشش للقلب. امبويمو نفس القصة، كل فين وفين لما يخش القلب ويشوط له شوطة، وبتبقى هي الشوطة، يعني لو شاطها خلاص راحت جون، بيبقى ايه الحج المبخت اللي الكرة بتخش معاه. فمعاك امبويمو لعيبه، معاك ويزا لعيبه، معاك فاردي حتى لعيبه. ما اتوقع ان ممكن حتى فاردي يعمل حاجة. ما دون ذلك الفرقة، انا بقول لك يعني الماتش ده 1-0 او 1-1 2-1، يعني يا 1-1 يا 2-1. ماتش بعد كده كريستال بالاس قدام نيوكاسل. كريستال بالاس فرقة في الضياع هجوما ودفاعا، فما تجيبش منها حد، دي خلاص يعني مش محتاجين نرغي فيها. نيوكاسل على الناحية التانية مش فاهم، بصراحة مش فاهم. الماتش اللي قبل اللي فات كانت الفرقة فايقة وإيزاك جاب جوان وتمام، وقلنا هيخش قدام وست هام، هيشيلوا وست هام وقصة كده، وست هام راحت ملباهم 2 وشكرا سلام عليكم وعليكم السلام. أنا بعت إيزاك، أعتقد كان معايا إيزاك وميرفي وجوردون في الأول، رحت بايعهم وقررت إن أنا مش هدخل حد من نيوكاسل لأن الفرقة في الضياع. عايز تاخد مني؟ ما تجيبش حد من نيوكاسل، لا هم فرقة، لا هم فت، ولا هم بيلعبوا لعب السنة اللي فاتت اللي هم بيضغطوا وبيكملوا. ما مش شايف اللعب بتاعهم زي السنة اللي فاتت. عايز ترسك هتجيب إيزاك، غير كده شكرا، يقفل عليهم. حتى إن أنت تجيب حد من الدفاع على أمل إنهم يطلعوا كلين شيت، ما أظنش، ده من وجهة نظري. كريستال بالاس برغم إن هي فرقة تعبانة هجوما ودفاعا، إلا إن هي إيه، ربنا بيكرمها كده إيه، هي بس بتروح تزط أي فرقة جون وخلاص شكرا وتخسر، يعني هي بس تزطهم الجون عشان يطلعوا كلين شيت وبتخسر.
نوتنغهام فورست قدام إبسويتش تاون. كريس وود من نوتنغهام فورست، هو كريس وود، غير كده ما فيش. او الدفاع يعني، واي حد من الدفاع بتاع يعني، عندك سيلز حارس المرمى لعبه، عندك حد من دفاع نوتنغهام فورست لعبه. المفروض الماتش ده بالنسبه لي ممكن يطلع 2-0 لنوتنغهام فورست. هيحصل ولا إبس تاون هتطلع عين نوتنغهام فورست زي ما عملت في الماتشات اللي فاتت، زي قدام توتنهام مثلا؟ الفكرة ان احنا زي ما قلت لكم، الماتشات ملهاش ملكة. تبقى انت شايف الماتش سهل وكلين شيت مضمون، وتيجي الفرقة تزطك الزطة الغريبة ما تعرفش جت منين. فانا بالنسبة لي الماتش ده المفروض يطلع 2-0 وكريس وود يعمل حاجة. الراجل ده معايا من اول السيزون، لا بصراحة يعني شايلي. فانا مش هبيعه لان انا عارف ان هو الهيد بتاع الفرقة دي، وليه ران ماتشات نوعا ما كويس برضو، مش وحش. هنشوف ماتشاته برضو واوريها لكم وهو في التشكيلة بتاعتي. فمن الفرقتين هتلاعب مين؟ اي حد من دفاع نوتنغهام فورست اللي احتماليه الكلين شيت المفروض عندهم عاليه، وكريس وود من الهجوم. الماتش اللي بعد كده وولفز قدام بورنموث. وولفز يعني كونيا. عايز تجيب عيد نوري من الدفاع احتياطي؟ مش عارف. هو عندي يعني، انا كده كده عيد نوري عندي. الماتش ده المفروض يطلع كلين شيت، بس هل الفرقه بتاعت بورنموث هيبقى ليها راي تاني؟ وخصوصا ان سيمينيو مش موجود، فالفرقة ممكن تلعب بشكل مختلف، مش عارف. بس الماتش ده حقته على ارض وولفز. يعني هي المشكلة الجولة دي في كذا ماتش ممكن يطلع كلين شيت، بس هيطلعوا ولا لا؟ مع عارف كلنا متلخبطين يعني بصراحة من اللي بيحصل في الماتشات والهبل اللي بيحصل في الماتشات، الدنيا متلخبطة. فوولفز قدام بورنموث المفروض الماتش ده يطلع برضه 2-0 3-0 باللي احنا شفناه من وولفز قدام فولهام. بس اللي ساعد فولهام ان هي تخسر خروج اندرسون في الدقيقة الأخيرة، اخر ربع ساعه تقريبا. ومن ساعتها الدفاع بتاعهم بقى ايه، مفتوح. بورنموث فرقه رخمه، بس بيبقى على ارضها، بره ارضها ما بتبقاش بنفس الرخامه. فتوقعي الشخصي 2-0 للولفز. لازم يبقى معاك كونيا وحد من دفاعهم برضو، اي نوري افضل اوبشن ممكن. الماتش اللي بعد كده وست هام قدام ارسنال. ارسنال بوجود اوديجارد مختلفه تماما، ده اللي انا شايفه. وست هام على ارضها فرقه رخمه. اه، مين اللي ممكن يعمل حاجه؟ هو بون، ما دون ذلك مفيش. فابيانيسكي بيتألق يعني، ما عندكش حارس ضامن ان هو يعمل حاجه، وعندك فابينيسكي لو هيلعب هتلعب على السيفز اللي هو ممكن يعملها. نسبه الكلين شيت لويست هام 0% بالنسبه لي، ده المفروض. في وجود القوه الضربه بتاعت ارسنال زي المعتاد دلوقتي، لا المفروض ان ويست هام هتشيل. ساكا طبعا اوبشن ممتاز، عندك جابرييل لعيبه، وعندك رايا لعيبه، وعندك اي حد من دفاع ارسنال لعيبه. المفروض امكانيه الكلين شيت لارسنال اعلى بكتير، لان ويست هام كل فين وفين لما بتعرف تجيب جوان. فانا شايف ساكا اوبشن ممتاز، هافرتز اوبشن ممتاز في عودة اوديجارد اللي بيحرر ساكا وبيخلي ساكا يعمل كور كويسة جدا ل هافرتز. يعني الجون الخامس تقريبا لأرسنال في الماتش بتاع تشامبيونز، ساكا قطع بالعرض، عمل الكورة، كان هافرتز اللي هيلمسها بس عدت من هافرتز وتروسرد هو اللي لمسها ودخل الجون. يعني شاطها في الأول اتردت، أو مش فاكر مين اللي شاطها وتردت، هافرتز راح مديها بالهيد. فلا يا رب، الجون الاولاني، اول جون سوري انا اسف، الجون الاولاني ساكا عاملها بالعرض، هافرتس متزحلق كان هيلمسها ما لمسهاش، مارتينيلي اللي لمسها ودخلها جون. تمام. فهافرتس اوبشن كويس، بس انا بالنسبه لي ارسنال افضل اوبشن فيها هو ساكا. ما دون ذلك ممكن تجيب حد بدفاع. الماتش اللي بعد كده تشيلسي قدام استون فيلا. بالمر ثم بالمر ثم بالمر ونيكولاس جاكسون، طبعا هما الاثنين دول اهم اتنين. الدفاع بتاعهم في السلامه. ممكن تجيب سانشيز من الدفاع، ده الوحيد اللي ضامن مكانه. خط الدفاع كل شويه بيتغير، على امل انه يعمل كلين شيت او يعمل سيفز كويسه قدام استون فيلا. فكره في استون فيلا، انا برضو كنت جايب روجرز الفتره وواتكنز ومشيت الاتنين، لا هما فورمه ولا هما فيت. انا افتكر كم مره بقولها لكم اهو، انا بلعب على الفورمه السنه دي، بلعب على الفورمه، وده اللي فارق معايا بصراحه. فاحتماليه الكلين شيت لتشيلسي برضه انا شايفها عاليه، والكلين شيت لاستون فيلا بالنسبه لي معدومه.
ده امر مفروغ منه. فعندك بالمر طبعا يلعب، ده وجهة نظري. مانشستر يونايتد قدام ايفرتون، المفروض نسبة الكلين شيت لمانشستر يونايتد 100% مع العقم الهجومي اللي موجود لايفرتون. بس ده هيحصل ولا لا مش عارف. بس انا معايا مزراوي وهلاعبه. عندك حد بقى من هجوم مانشستر يونايتد لعبه. دفاع ايفرتون مش حلو، دفاع ايفرتون مش حلو. راشفورد ممكن يعمل حاجة مش عارف، لسه مش فاهمين المدرب. فأنا بالنسبة لي هيبقى عندي حد تاني من خط الهجوم بتاع مانشستر يونايتد، وهوريه لكم في التغييرات اللي أنا عملتها. ايفرتون ما تجيبش من حد، زي كريستال بالاس كده، وزي اسمه ايه ده، ساوثهامبتون. الماتش اللي بعد كده توتنهام قدام فولهام. مش توتنهام الماتش اللي فات قدام سيتي بره ارضها وعملوا السكور ده؟ افتكروا كلامي. الماتش ده قدام فولهام مش هيعملوا اللي عملوه قدام سيتي، ده توقعي. الماتشات اللي بتبقى مضمونة 100%، أنا واحد من الناس بقيت شايفها مش هتيجي بالشكل ده. ممكن تخلص 1-0 2-0، إنما هيفي سكور والكلام ده مش شايف إن ده اللي هيحصل. عندك طبعا سون لعبه. يعني سون دايما في السيزون، يعني أنا قلتها برضه في مرة من المرات لما جبت في جولة سون وبعت، يعني بعت ساكا وجبت سون. بعد كده رجعت ساكا وبعت سون. ومن ساعتها قلت أنا مش هدخل حد من توتنهام تاني في فرقتي. ساكا احصائياته دايما على ارضه كويسه جدا، بره ارضه سيئه. بس السنه دي ساكا ما بيعملش المردود بتاع السنه اللي فاتت. قصدي سون، انا كلامي على سون يا ربي انا اسف. احصائيات سون السنه دي مش زي السنه اللي فاتت. طب مين افضل واحد شايفينه؟ المشكله ان مفيش حد بعينه. كلوسوفسكي بيعمل، ماديسون بيعمل، ساكا بيعمل، سولانكي بدأ يعمل. يعني سولانكي في الماتش ده اوبشن ممتاز. هيعمل ولا لأ مش عارف. احنا شفنا قدام إبش تاون المفروض ان هو كان يطلع بسوبر هاتريك، ما عملش اي حاجه. ف مش عارف يا صديقي. لو هتقولي ان انت هتجيب حد، يعني عندك تغيير وعايز تجيب حد، لا ما تجيبش من توتنهام. الاولويه لصلاح او ساكا او بالمر. لا، عايز تجيب نيكولاس جاكسون او كونيا او جو بيدرو او حتى كريسوت. الماتش الاخير ماتش الجوله، ليفربول قدام مانشستر سيتي. طبعا معاك هالاند هتلعبه ومعاك صلاح هتلعبه، يعني ده لا خلاف عليهم. الدفاعات اتوقع نسبه الكلين شيت 0% للاتنين. او ممكن، مش هقولك 0% للاتنين، لا، ممكن تطلع 2-0 لليفربول. ممكن يطلع كلين شيت لليفربول 2-0، لان مانشستر سيتي مش في افضل حالاتها. الماتش بتاعهم في الشامبيونز ليج كانوا كسبانين 3-0 وتعاد، والفرقة التانية كانت مين يا ربي؟ كانت لشبونة تقريبا، خليكم كده معايا. كانوا بيلعبوا مين؟ كانوا بيلعبوا فينورد، يعني كمان مش فرقة تقيلة. كانوا بيلعبوا فينورد. فينورد اتعادلت معاهم 3-3 في تلت ساعة. فلك ان تتخيل ان هم بيلعبوا هجوم ليفربول، فدفاع سيتي هيشيل. دفاع ليفربول هيشيل ولا لا مش عارف، بس ممكن يطلعوا كلين شيت لو سيتي فضلت تأدي بنفس الطريقة بتاعتها. لو دي بروين ما لعبش، دي بروين يلعب، لا ممكن سيتي يهدف. دي بروين نزل في الدقيقة الأخيرة، لا سيتي مش هيعمل حاجة. دي وجهة نظري. ده بالنسبة لماتشات الجولة يا صديقي. تعال بقى نشوف فريقي كان عامل ايه ومعايا مين وبعتهم وجبت مين. بالنسبة لفريقي زي ما انتم شايفين كنت جايب 47 بوينت. كنت جيم ويك رانك 5,700,000، رقم ملوش أي تلاتة لازمة. الافريج كان 49. كان راي طبعا هو اللي عمل 6 بوينت سيفز، عمل 6 بوينت من كلين شيت. خط الدفاع زي ما انتم شايفين كده الله أكبر 4 بوينت. خط النص لولا صلاح والكابتنة بتاعته 26 بوينت لوحده. خط الهجوم في الضياع زي ما انتم شايفين، حتى الدكة هو فابيانيسكي برضه. طيب ترتيبي كام على العالم؟ زي ما احنا شايفين حاليا اوفر اول 536,222. بعد ما كنت 250 زدت اكتر من 250 مركز مرة واحدة بسبب الماتشات الجميلة. طيب اسهم حمرا جميلة زي ما انتم شايفين. طيب انا عملت ايه؟ انا بعت التالي: بعت الكابتن هالاند، بعت مبويمو، بعت وايلبيك، وبعت سيمينيو. الجنب اللي على الشمال ده، الاربعة اللي على الشمال دول بعتهم. جبت مين وفرقتي هيبقى شكلها ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه سوا.
فرقتي بعد التغييرات. رايح حراسة المرمى زي ما هو، كانوتيه خط الدفاع مع أيد نوري ومزراوي، دول زي ما هم. 3 ماتشات هوم، المفروض ال3 دول بخلاف ليفربول هم يعني ماتش 2، الماتشين دول بتاع أيد نوري ومزراوي أنا أتوقع فيهم كلين شيت إن شاء الله، ورايا إن شاء الله أتوقع منه كلين شيت. كانوتيه لو ليفربول لعبت زي ما لعبت قدام ريال مدريد النهارده المفروض يطلعوا برضه بكلين شيت. طيب خط النص، بالمر هوم ماتش كويس جدا. محمد صلاح قدام مانشستر سيتي هوم برضه ماتش كويس جدا، هو بيتألق في الماتشات دي. برونو فرنانديز سوري جبته قدام ايفرتون هوم، وساكا قدام ويست هام. الأربعة بتوع خط النص إن شاء الله برضه يعملوا حاجة. خط الهجوم كريس وود قدام إبش تاون هوم، وكونيا قدام بورموث هوم، وجواو بيدرو قدام ساوثهامبتون هوم. دي فرقتي للجولة ال13. بس كده يا صديقي، دي أخبار فرقتي، ودي أخبار الماتشات، ودي أخبار الانتقالات، وتوقعاتي للماتشات. حلقة طويلة شوية، أتمنى تكون عجبتكم. أتمنى في النهاية تعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، وعايزين نوصل ل10,000. تمام يا صديقي؟ استني تقولي فرقتك مين الكابتن بتاعك. يعني أنا الكابتن بتاعي حتى الآن محتار ما بين صلاح بصراحة، لأن هو فورمة ومش عايز أخسر البوينتس اللي بيعملها، بس أوبشن الكابتن كتير جدا للجولة دي. بالمر ممكن يعمل حاجة، صلاح ممكن يعمل حاجة، ساكا ممكن يعمل حاجة، حتى برونو فرنانديز ممكن يعمل حاجة، خط الهجوم كله ممكن يعمل. فحتى اللحظة دي أنا محتار ما بين صلاح بصراحة وجو بيدرو. يعني أنا عايز يا صلاح يا جو بيدرو، واحد في الاتنين دول. هكابتن مين لسه مش عارف. ممكن تتابعوني وتعرفوا أنا هكابتن مين. قول لي يا صديقي فرقتك مين. أنا عملت 4 تغييرات منهم 2 بماينس 8. نصيحتي لازم تجيب حد من خط الهجوم دوت، لازم يبقى معاك كونيا أو جو بيدرو، أو لو عرفت تجيب الاتنين يبقى زي الفل. مستني تقولي تشكيلتك، مين كابتنك، عملت ايه، جبت كام بوينت الجولة اللي فاتت. بس كده، سلام.